الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأميرنا ومعلمنا وهدينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الإخوة في قبيلة الإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد في هذا اليوم أن نخاطبكم من عبر هذه المنصة، ومعي هذا الوفد الكريم من الإخوة المستشارين، وهم طواعية اختاروا هذا الموقف الوطني، وحقيقة لأول مرة أن تنسلخ أو أن ينسلخ قيادات بهذا الوزن الكبير، وهم من كان يقوم عليهم المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع، وهم الذين أسسوا المجلس الاستشاري. وحقيقة قبل هذه الحرب كانت لهم مواقف كبيرة جدا، وكانت هذه المؤسسة تقوم على أكتاف هؤلاء الإخوة وآخرين. وحقيقة منذ اندلاع هذه الحرب كنا في مناقشات كبيرة، وإلى أن توصلنا لهذا القرار. وحقيقة في أخوة آخرين، هم 3 أشخاص، 3 مستشارين، يعني لظروف ما أو لظرف ما يعني كان من المفترض أن يكونوا معنا في هذه القاعة، ولكن حالت ظروفهم، ظروف الحركة وظروف يعني عدم استخراج الجوازات، وهم في مناطق شدة إن صح التعبير. فإن شاء الله يعني في الأيام القادمة سيكون إن شاء الله معكم في هذه العاصمة الإدارية، عاصمة السودان، بورت السودان. لا نفصح عن الأسماء لأنه يعني نسبة للتأمين، تأمينهم يعني حتى يخرجوا من هذه المناطق ويكونوا معنا في هذه الولاية بإذن الله. حقيقة نحن طيلة 8 أشهر كانت بيننا وبين قيادات وطنية حوارات عميقة، وهم من كانوا حلقة الوصل بيننا وبين يعني هذا الموقف، ونشكر لهم دون يعني الخوض في أسمائهم، لكن من هنا نقدم لهم التحية، وهم الذين يعني جلسوا معنا في الخارج في مناطق مختلفة، وإلى أن وصلنا إلى هذا القرار. هذا القرار الوطني نحن سنعلم يعني سيكون له تبعات وردات فعل عنيفة خاصة من الطرف الآخر، لكن حقيقة يعني هذا هو الطبيعي، يعني هذا هو الطبيعي. سيكون هنالك تخوين وسيكون هنالك تلطيخ للسمعة، ولكن هذا هو الحقل السياسي يعني، وهذه هي الظروف الطبيعية يعني أن تكون ردات الفعل في هذا المواقف، وهذا هو المرجو يعني من الأخوة، يعني الأخوة في هذه المؤسسة، مؤسسة الدعم السريع. حقيقة نحن قبل اندلاع هذه الحرب كانت هنالك مؤشرات كبيرة، وكنا نعمل مع آخرين من المستشارين في أن نحول بين وبين قيام هذه الحرب، لكن أقدار الله كانت نافذة. حقيقة كنا يعني من فترة طويلة يعني نحن يعني كنا نعلم بأن يعني مدى التصعيد وصل إلى مدى يعني ربما يعني كان الرجوع منه صعب، لكن كنا نحاول نحن، وكنا نبذل بين الطرفين. كنا في لجان مختلفة، كنا نذهب بين هذا وذاك، لكن حقيقة عوامل كثيرة جدا إن شاء الله يعني سنتحدث فيها والأخوة لاحقا.
هي التي يعني دفعت بقوة إلى أن تصل هذه إلى أن تقوم هذه الحرب. أنا حقيقة يعني داير أصل لتوصيف يعني صحيح، لأن يمكن هذه المعلومات لأول مرة تملك للرأي العام. يعني حقيقة الكل الآن يذهب في اتجاه بأنه الاتفاق الإطاري هو سبب إشعال هذه الحرب، وفي رأي هذا التوصيف مخل وغير دقيق. الإطاري هي جزئية يعني ظاهرة، لكن هنالك أسباب خطيرة، وهي كانت السبب الرئيسي أو من الأسباب الرئيسية التي قامت يعني هذه الحرب، أو هي التي أشعلت هذه الحرب. إحنا حقيقة الكل كان يتابع يعني من فترة طويلة جدا الصراع وعدم الحميمية بين الحرية والتغيير وبين مؤسسة القوات الدعم السريع، إلى أن عملنا بقوة في كيف التخلص من الحرية والتغيير. وهذا كانت موجهات قيادة المؤسسة على رأسها نائب قائد قوات الدعم السريع وكل أركان الحربي آنذاك، وإلى أن وصلنا واتخذنا إلى قرار إنه في كيفية التخلص من الحرية والتغيير. وبالفعل مع آخرين قمنا بعمل كبير جدا إلى أن وصلنا إلى ما يسمى باعتصام القصر. وبالتالي هذا القرار كان يعني يمكن لأول مرة تقال مثل هذه الحقيقة، إنه كان هذا العمل خالص لقوات الدعم السريع، هي التي كانت تشرف وهي التي خططت وأشرفت ونفذت هذا القرار التصحيحي. يعني الأمانة والتاريخ معنا بعض الحركات التي كانت، لكن نحن العمود الرئيسي في هذا التغيير. كانوا معنا ناس العدل والمساواة وحركة عدل والمساواة وناس مني وناس التوم هجو وآخرين التحقوا بنا، لكن القرار هو كان قرار مؤسسة الدعم السريع. ونحن من حتى المناسبة كانت هي مناسبة عادية، كانت من المفترض أن تقام في قاعة الصداقة، وكان هذا يعني رأي الإخوان في العدل والمساواة وناس مني، ولكن كان قرار تحويل هذه الاحتفائية من قاعة الصداقة إلى القصر الجمهوري. كان هذا قرار ملك لنا نحن في قوات الدعم السريع، وحتى كان هنالك اعتراض من أعضاء يعني ممثلي عدل ومساواة وممثلي ناس مني، الأخ عشر والأخ نور الدائم، حتى وقفوا ضد هذا، لأنه كانوا يعني أنه تمشي المناسبة في قصر الصداقة. لكن نحن ضغطنا في هذا الاتجاه، لأنه في هذا الوقت كان القرار بالنسبة لنا في مؤسسة الدعم السريع هي يعني القضاء على الحرية والتغيير بكل شفافية وبكل وضوح. فحقيقة حتى عندما يعني كنا نحن في اجتماعاتنا نقول إنه وين مكتب الرئيس لما موجود معنا الوقت ذاك، أو مجلس السيادة، يعني مكتب الرئيس البرهان. وبالفعل عندما ضغطنا اتصل السيد قائد الدعم السريع، ويعني ضغط في هذا الاتجاه، ادونا ممثل من مكتب الرئيس، جاء اجتماع واحد وبعد ذلك اختفى وما ظهر ثاني في هذا الاجتماع. في آخر الأيام ادونا شخص واحد، لكن حقيقة يؤكد بأنه هذا القرار كان خالص بالنسبة لنا، ونحن كنا ننفذ، نحن كنا نمول، نحن كنا نخطط، نحن كنا نشرف. يعني حتى في هذا العمل وفي صبيحة يعني إنه الحشود تتجه إلى قصر القصر، حقيقة
وجدنا بأنه يعني عندما تحركت هذه الحشود والحافلات التي يعني تحمل المحتشدين، وجدنا بأن كل هذه المنطقة من وزارة الخارجية إلى مجلس الوزراء بأنه محاطة من الجيش ومحاطة من الشرطة. وللأسف الشديد كان ربما هذا بداية فشل، وده يوريك لعدم بأنه يعني الإخوان الثانيين ما كان يعني ما قدر نقول، لكن بالفعل هم ما كان راضين في هذا، يمشوا معنا في هذا الاتجاه. وبالفعل يمكن تحرك عندما يعني احنا كنا في اللجنة العليا، وعندما تأزم الموقف يعني حتى تحرك عبد الرحيم الفريق عبد الرحيم ومعه بعض القوات